شكرا شيخ عبد الحليم مراد. شكرا معالي الرئيس. الله يقول سبحانه وتعالى: واذا بطشتم جبارين. هذا ينطبق على الحكومه. انا بس ما بكرر معالي الرئيس، تشطب الكلمه. انا ما بكرر كلام الاخوه، لكن انا اقول يا اخوان يا نواب، بكره في اجتماع مع الوزيره وغالبا ما بتقدم لنا معلومات. حسب التجربه السابقه ما في معلومات، بل ان حتى ورقه في يدهم مكتوب المعلومات، اعطونا نسخه من الورقه يقولون لا بعدين. فانا اقول يعني يا اخوان، كان لكم موقف طيب في الميزانيه. بكره احنا ايضا اللجنه الماليه اجتمعت، سنوصل لكم المعلومات اذا حصلنا شيء مجدي او لا، فيجب ان يكون لكم موقف. هذه واتمنى ان اغلب النواب بكره يحضرون. معالي الرئيس، مو معقوله يا معالي الرئيس، يعني انا حسب ما شفت الشروط، يعني واحد حاط ريل على ريل قاعد يلعب في حسبه الفقراء. السجلات تعديناها، قضيه السجلات تعديناها من 2008، الحين رجعون له من اول. كذلك علاوه بدل السكن، هاي بدل السكن يا الفاضل ياخذ المواطن البحريني ويحط عليها 100 دينار يستاجر، ياخذ 100 دينار ويحط عليها 100 دينار يستاجر. الحين تضمونه مع دخل. اتقوا الله، رجاء لا تقول هذه المعايير ما جت من فراغ، هذه جت من فراغ ونص. شكرا شيخ علي سلمان. غير موجود. دكتور عبد علي.